بعد سنين من الفتح والاستقرار اتحولت الأندلس من ساحة معارك لجنة على الأرض. في عهد عبد الرحمن الداخل اللي سموه صقر قريش بدأت دولة جديدة تتولد من رحم الغربة. دولة ما كانتش بس عربية، لا دي كانت مزيج بين العرب والبربر والأسبان وكمان اليهود. ومع الوقت ومع حكم عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر وصلت الأندلس لقمة مجدها. قرطبة المدينة اللي كانت بتضيء أوروبا كلها. المدينة دي كان فيها شوارع مرصوفة، أنوار ليلية، مكتبات فيها ملايين الكتب. والوقت ده كانت أوروبا لسه في عصور الظلام الوسطى. في قرطبة كان في أكتر من 70 مكتبة عامة ومستشفيات مفتوحة مجانا للناس، وجامعات بتدرس الطب والفلك والهندسة والفلسفة كمان. هناك عاش ابن رشد وابن زهر والزهراوي والبتاني، أسماء علمت العالم الطب والعقل والمنطق. كانت المآذن بترتفع بجوار الكنائس. في مشهد كان بيجمع بين التسامح والعيش المشترك، لما اجتمع المسلم والمسيحي واليهودي في مدينة واحدة عشان يتبادلوا العلم ويتعلموا مع بعض. الأندلس في الوقت ده ما كانتش مجرد دولة، دي كانت فكرة إن الإيمان والعلم ممكن يمشوا مع بعض. لكن زي ما كل مجد له وقت، كان في الأفق بداية غروب بطيء، انقسامات وصراعات، وده اللي هيبدأ مع قصة ملوك الطوائف. انتظرونا في الجزء الثالث عشان نكمل قصة ملوك الطوائف.